جوه لجنة الامتحان في ناس بيعيشوا كابوس بمعنى الكلمة بسبب التوتر والقلق وعوامل كتير زي ضغط الوقت وضعف التركيز. في فرجة اسمح لنا نقولك على خطوات تقدر تعملها عشان تتخلص من التوتر أثناء ما انت في لجنة الامتحان. لو لسه قدامك أسابيع على الامتحان اتأكد انك تشوف الفيديو بتاعنا واللي هيساعدك تقضي على التوتر اللي بيصاحبك أثناء فترة الدراسة، ومش بس تقضي عليه كمان تمنعه من انه يحصل أصلا. في دراسات وابحاث كتير قام بيها مختصين نفسيين اكدت ان التوتر ممكن يبقى اختيار. ايوه انت اللي تقدر تختار اذا كنت تتوتر ولا لا. احنا متفهمين كويس انك خايف على المجهود اللي بذلته في المذاكره وقلقان انك ما تأديش بالشكل المطلوب في الامتحان، لكن لو ادركت كويس ان قلقك ده ممكن يخسرك درجات فعلا، ساعتها لازم تاخد القرار انك تعمل اللي تقدر عليه عشان ما تتوترش في الامتحان، واللي هنقولك تعمله ازاي دلوقتي. ضغط الوقت هو المسبب الأقوى للتوتر جوه لجنة الامتحان، علشان كده احرص انك تقسم الوقت كويس على عدد الأسئلة قبل ما تبدأ خالص، وتتابع بعينك الساعة بعد كل سؤال، وتاخد القرار بكل ثقة وهدوء انك تسيب السؤال ده لو الوقت بتاعه خلص. انك تحل أغلب الأسئلة صح وبتأني أحسن كتير من انك تخلص الامتحان كله بسرعة ومن غير تركيز. الأهم من كل ده انك تعمل كل اللي فات ده بهدوء وبثقة عالية من غير ما تتردد ثانية. عمليا عقلك ليه قدرة معينة على التركيز، ممكن تستخدمها كلها في حل الامتحان، او ممكن حاجة تانية تاخد جزء منها وتسيب الباقي للامتحان. وده بالظبط اللي بيحصل لما تبدأ تقلق وتتوتر. مجرد التفكير في ايه اللي هيحصل لو ما حلتش او مصيرك بعد الامتحان او غيرها من الاسئلة الوجودية دي كلها بتاخد من رصيد تركيزك. عشان كده الحل المثالي انك تدي 100% من تركيزك لورقة الامتحان وبس. ده في حد ذاته هيمنع التوتر من اصله، لانك ببساطة ما عندكش وقت ليه، وهيضمن لك انك تأدي بافضل شكل ممكن. أغلب الناس بمجرد ما يبقوا مش قادرين يفتكروا معلومة عايزينها في الامتحان بيبدأ التوتر يتسلل ليهم، واللي بدوره بيصعب عملية التفكير، وفي الغالب بيقتل فرصة إنهم يفتكروا المعلومة. أفضل طريقة ممكن تستخدمها في الحالة دي هي إنك تنظم طريقة تنفسك، تمسك القلم وتكتب على جنب أي حاجة تيجي في دماغك. حركة الكتابة بالإيد بتدي إشارات مباشرة للذاكرة إنك محتاج معلومات علشان تكمل كتابة، واللي في الغالب هترد على الإشارات دي بالمعلومات فورا. خليك فاكر انك تقدر تاخد القرار وتسيب السؤال خالص لو الوقت بتاعه خلص من غير ما تتوتر وبكل هدوء وثقة. في النهاية انت من جواك عارف حجم المجهود اللي انت بذلته، ومفيش طريقة ممكنة هتخليك تاخد مردود اقل من اللي يستحقه مجهودك ده. ادخل الامتحان وحل بهدوء وتركيز ومن غير ما تفكر في اي حاجة تانية، واحنا نضمن لك انك تحقق الدرجات اللي تستاهلها. احنا في فريق عمل فرجة عندنا مذاكرة وامتحانات زيكم بالظبط، وبنعمل كل اللي نقدر عليه عشان تستمر الفيديوهات ومتتأخرش عليكم، فتبقى حاجة جميلة جدا لو دعمتنا بلايك. اتأكدت انك عامل سبسكرايب وعملت شير للفيديو ده او اي فيديو تاني يعجبك مع اصحابك. نشوفكم الفيديو الجاي.